الفيديوهات اللي فاتت ظللنا العين والمناخير والبق، والنهاردة هنظلل الوش. طبعا قبل ما نظلل هنخفف الاوتلاين ده عشان نظلل براحتنا، ونجيب البرشاية الفحم نخليها اسود خالص ونكبرها ونقلل الاوباسيتي بتاعتها، وابص على الصورة اشوف اتجاه الظل رايح فين وجاي منين، نازل كده وبعدين خط مستقيم كده بميل وبعدين مستقيم، ومن برا واخد دوران. لو عايزة البروشيه تبقى دقيقة واغمق بصغرها شوية، ولو عايزاه سوفت ومش دقيقة بكبرها، واعمل بين الدوران وهنا هنا 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 وتحت البق، بس هنعمل زيادة عن اللزوم. بمسح لو في حاجة محتاجة تتمسح بنفس البرشاية، بس بحولها استيكة او اريزر. اجيب البرشاية الخشنة شوية وكبرها واقلل الاوباسيتي بتاعتها عشان دي تكستشر حلو. من هنا برضو في تظليلات، هرجع الاوتلاين احاول اعمل اللمعات واللمعات الخشنة. بعمل النقط دي في الدقن، اول حاجة عملناها ان احنا خففنا الاوتلاين بتاع الوش. بعد كده جبنا البرشاية دي، استخدمنا الاسود والرصاصي والابيض، الابيض في اللمعات والاسود في الحتت الغامقة قوي والرصاصي في الحاجات اللي في النص، علشان هي خشنة وجميلة وعاملة ملمس كده في الوش. التابت اللي انا رسمت عليه الرسمة دي هو اكس بي بن، وطبعا انا جايباه من ديجيتايزر قبل كده، والفيديو ده برضو سبونسرد باي ديجيتايزر. تقدروا تروحوا تجربوا كل انواع الجرافيك تابلتس عندهم في الفرع، وانا متأكدة ان انتوا مش هتبقوا عايزين تمشوا تاني من هناك. الحقيقة انا مش لاقي اي فرق بين ان انا ارسم على الورقة العادية بقلم الفحم او ان انا ارسم على التابلت ده بالقلم العسول جدا دوت الخفيف جدا كمان. بالعكس عندي اوبشنات مش موجودة في الحقيقة، ويكفي ان ايديا مش مشلفطة فحم من كل مكان. هعمل لهم منشن فوق الفيديو ده عشان لو حابين تعرفوا تفاصيل اكتر. بس نختم بقى ونقول ان انت مش محتاج تكون رسام ديجيتال جامد قوي عشان تكون رسام ديجيتال جامد قوي.